وعلاش تشريه من برا غالي وانت ممكن توجديه في دارك احسن من لي سناك الغاليين، وكيجي زوين بزاف، اقتصادي، المكونات تجي بسيطه والطريقه اللي هي سهله. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش نوريكم المقادير وطريقه التحضير، ولكن من قبل ما تنساوش خليوا لي معكم واحد لايك باش تشجعوني نحط وصفات اكثر. جزاكم الله خيرا. نبداو باذن الله. اول حاجه نوجدوها هي هاد لا ماريناد ديال لادند. انا غادي نديرو ميكس ما بين لادند والكفته. خديت لادند ضفت له واحد الياغورت مسوس. عندي هنايا التوابل، فلفله حمراء اولا تحميره مليحه، خرقوم، ابزار، سكينجبير. عندي التوابل ديال الشاورما، عندي قزبر مطحون، وعندي ثومه غبره. هادو هما المكونات اللي كنديرو، راه كيعطيو واحد المذاق اللي هو زوين في هاد الشرموله، وبنه اللي هي زوينه. غادي نزيد عليهم شي شويه ديال الهريسه، وكتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان مع هاد التوابل مع هاد لادند هذا باش ينسجم ليا مزيان فيه. اقل حاجه خصني نخليه يدخل فيها الشرموله واحد ساعتين د المكانه. من الاحسن خليوه يبات ليله كامله في الثلاجه. الا كان عندكم الوقت كيجي شارب العطريه وكيجي بنين داك لادند. ما كانش عندكم الوقت فساعتين كافيه. صافي زدت عليه هنايا واحد العصره ديال الحامض ضروريه، وصافي غادي نغطيه. وكيف قلت لكم انا غادي نخليه ليله كامله في الثلاجه. نتوما الا بغيتو المهم خصكم تخليوه غير فوق ساعتين غير باش يجي مشرب ديك العطريه مزيان. صافي من بعد غادي ما ناخذ تشربات مقيله، لينا مزيان ديك الماريناد غادي ندير لها ديالها. شي شويه ديال غادي ناخذ الزيت، هنايا واحد المقيله غادي ندير فيها شي شويه ديال ممكن ديروا الزيت. الزبده، وهانتوما وغادي كيف ما نشوف كتشوفوا راه هاد هانتوما شوفوا ما الشربات شاء لينا الله ديك كيفاش العطريه كيجي راه مزيان، التوابل كتجي ديال الشاورما مكومه على كتعطي فيها حقها. واحد المذاق صافي اللي هو غادي زوين نشحرها وريحيه عادي في لينه. مقيله اللي تكون فيها شي شويه ديال صافي غادي الزويته، ندير داك اللبن نخليها اللي حتى مقيله. تشحر. وضروري عافيه العافيه تكون تشدوا لها، مجهده لان لانها لادان كيف كتعرفوا كيبقى يطلق الماء، لادند ضروري ولا العافيه الدجاج تكون شي شويه كيبقى مجهده. يطلق واحد صافي الماء. نخليه ضروري يتقلى تكون الماء العافيه ويتشحر مجهده شي باش شويه ينشف داك داك لادان. الماء دغيا. هانتوما شفتوا كيفاش كيطلق من بعد داك ما كيطيب الماء. لكم داك لادند واحد نخليه نص يشربها طيبه واحد الشربات وكينشف الماء داك واحد الماء شويه منها. ونحرزوها هانتوما غادي واحد نزيد شويه. الكفته، ولكن وغادي غادي نزيدها نديرو في نفس المقله باش بلا الكفته ما عندي باش نزيدو نرونو نقول الا لينا. بغيت نوريكم هنا وفي الطريقه الاخير ديال كلشي الشرموله غادي الكفته سهله ندمجو مع كتبوا عليها بعضياتهم. التعليق غنخليها. كحس داك لادند لواحد صافي طريف. غادي نشحر ديك وصافي الكفته الجنب باش اللي يذوب واحد بقى شويه درت حتى فيه هي. ديك الكفته بين ما عندي تسنى مشرمله من واحد قبل. شويه عاد من الا بعد بغيتو نخلي كنخلطهم لكم مع بعضياتهم. المقادير ديال شرموله المهم الكفته ما نخليوها تخليوهاش لفتة حتى عالي. كطيب بزاف لانه صافي كتنشف وكتجي خايبه في كنشحرها واحد المذاق. شويه بوحديتها بين ما خليوها طيب غير على القياس طيب ديالها. واحد نص طيبه. عاد من بعد صافي هانتوما كنخلطهم دابا غادي كاملين مع نخلط كلشي بعضياتهم مع بهذه الطريقه بعضياتو. كيف ما كتشوفوا. وصافي غادي وصافي نخليهم كنجمع ونخليو كلشي هاد يتشحر مع الجوج بعضياتو، يبردوا واحد شويه. يتشحروا لينا مزيان ونطفيو عليها. ما تخليوهاش تشحر حتى الكفته كتقصح، المهم غير تشوفوا بلي راها طابت. ندوزو دابا باش نعمرو هاد الطاكوس. كناخذ الورقه ديال الطاكوس غادي ندهنها. بالنسبه لي صوص فانتوما كديروا اي صوص عجباتكم ولا كتبغيوها، ولكن الطاكوس معروف بصوص الجيريان هي اللي كتعطيه هذاك المذاق. ممكن تخلطوه بينها وبين كيتشوب مايونيز المهم اللي يعجبكم. صافي كندهن الطبقه الاولى من صوص الجيريان. كندير واحد الفرماج ديال الساندويتش بحال هكا، كنفرشوه هو الاول. الحشوه ديالنا هي من بعد ما بردت واحد شويه كنحاول نقادها على هذا المربع هذا ديال فرماج الساندويتش. كنزيدو الفريت وصافي. غادي نزيد هنايا انا شويه د الكيتشوب، الا كيعجبكم مايونيز حتى هو ديروه ممكن. المهم اللي يعجبكم في لي صوص. صافي الطريقه ديال الجميعان ديال الطاكوس هي هذه. كتبقاو تدخلوا من ديك الجهه باش ما كيبقاش يتحل لكم داك الطاكوس. طريقه واضحه وسهله. نعاود معكم واحده اخرى. صافي من بعد غادي ندوز باش نبريسيهم في الاله ديال البانيني. كتسخنوها واحد شويه وصافي. كنحط داك البانيني في عفوا كنحط داك الطاكوس في البانيني كنخليه يتبريزا وصافي. ها هو واجد كيجي رائع غيعجبكم بزاف. انا بعدا وليت ولادي مدمنين عليه. كيعجبهم هذا ديال الدار اللي كنوجد لهم احسن من هذاك ديال برا، لانه كتكونوا عارفين حاجه ديال الدار شنو فيها وكيجي بنين 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 بزاف. كنتمنى هاد الوصفات نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. وبسلام عليكم.